السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كلكم بخير، ويا رب تكونوا دايما كويسين. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا فيديو جديد ويوم جديد، ويلا بينا نبدأ على طول. عايزة اقولكم بس في الأول انكم وحشتوني جدا جدا بجد، وغايبة بس عنكم بقالي كام يوم كده، بس ما بيبعدنيش عنكم غير الشديد القوي. طبعا انتوا عارفين شيء، يعني حاسين كده من صوتي ان في شوية خنفان على شوية برد، على يعني بصوا شوية كوكتيل كده من البرد بقى فظيع، كحة مع رشح جامد. فادعوا لي كده ان شاء الله، عشان بجد البرد صعب قوي. وحاسه كده ان الدور هيمسك فيا، عارفين كده لما بتحسوا ان بدايه برد بقى جايلكوا كده، وان هو بيزيد كل يوم. فهو ده اللي بيحصل لي حرفيا اليومين اللي فاتوا. كمان ادم وياسين اتعدوا، مش عارفه بقى بصراحه مين فينا اللي عدى التاني، بس تقريبا يعني هم اللي عادوني، هم ابتدوا يجي لهم برد شويه، وبعد كده ابتديت انا بقى القط منهم. فبجد ادعوا لنا عشان اليومين دول صعبين قوي، وبناخد ادويه والموضوع صعب شويه. يمكن انا لحد ما اتحسنت شويه، عشان كده قلت خليني بقى اصور لكم كده فيديو، عشان انتوا بتوحشني جدا جدا، كمان تعليقاتكم بتوحشني. ويلا بينا بقى نشوف النهارده اليوم بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. عايزه اقول لكم ان انا اصلا الشقه صعبه قوي، عايزه تتعمل كل حاجه، حرفيا عايزه تتعمل. بس انا بكتفي اليومين دول ان انا اعمل اكل والمواعين، مش بعمل اكتر من كده، كفايه عليا قوي يعني. مش قادرة اتحرك حرفيا من السقعة ومن البرد. عارفين بقى دور الهمدان كده، وتحس ان انتوا كسلانين ومع بردانين، والبرد اصلا بيكسر العظم، فهو ده اللي بيحصل لي اليومين دول. فادعوا لي بقى، لان هي جايه في توقيت مش حلو خالص. انتوا عارفين ان احنا داخلين على رمضان، كل سنه وانتوا طيبين، يا رب يعود علينا ويبلغنا رمضان بخير. فعندي حاجات كتيره قوي عايزين نعملها مع بعض، وعايزه اصورها معاكم. عندي حاجات يعني تقريبا هم جبل، عندي هم بجد ما يتلم. فادعوا لي بالله عليكم كتير. وتعالوا بقى النهارده هنعمل غدا مع بعض حلو قوي، هنقضي اليوم كله مع بعض في المطبخ. وبما اني بقى اليومين دول مش بقدر اعمل غدا بقى جامد والكلام ده كله، بحاول اعمل حاجات خفيفه. لان من ضمن الاعراض اللي عندي في البرد كده، ان انا ماليش نفسي خالص الاكل، قافلني خالص عن الاكل، فاهمين؟ فبحاول افتح نفسي كده بالاكلات الخفيفه اللي انا بحبها. عملت بقى صينيه جلاش بالفراخ. في ناس هتستغربها، وفي ناس ممكن تكون بتعملها، بس عايزه اقول لكم يعني هو طعمه حلو جدا جدا. اتعاملوا مع الجلاش على اساس ان هو فطير، فاهميني؟ يعني في ناس كتير قوي بتعمل الجلاش ده على اساس ان هو فطير، وتحط له لبن، وتحط له سكر بودره وكاستر والكلام ده كله، بيبقى عامل زي الفطير اللي احنا بنجيبه بلبن وسكر. فلما تحط له الفراخ بجد هيبقى طعمه حلو جدا. طبعا غير اللحمه المفرومه، فاهميني؟ فهنا كنت عملت اول حاجه، بس كان عندي لفه جلاش، وكان عندي كمان كيس كده فيه كام قطعه بانيه. قلت بقى خليني اطلعهم، لاني ما كنتش بصراحه قادره انزل اصلا، وعندي التلاجة تقريبا شبه فاضيه. ما بنزلش وما بجيبش اي حاجه، مكتفيه بس باهم الطلبات، يعني اللي هو لو قدرت اجيبها. لان فعلا تعبانه جدا. ادعوا لي بس اليومين دول ان شاء الله يعدوا على خير. والواحد كده يلحق يعمل حاجه رمضان، ويبدا بقى في الروتين الشقه والكلام ده كله. فالمهم بقى هنا جبت بانيه، عصقته بص يعني، شوحت بصل عادي، ونزلت عليها بالتوابل، ونزلت عليها بقطع البانيه. ممكن تفرميه في الكبه لو انت بتحبوش قطع كده، بس انا عملته كده ايه استسهالا كده، عشان بسرعه بسرعه ونعمل غدا سريع. قطعته كده مكعبات صغيره، وحطيته على البصله وشوحتهم كويس، وبعد كده نزلت عليهم بالجلاش. من الحاجات اللي بتخلي الجلاش معاكي حلو، ان انت تديله سمنه كويس، يعني ما بين كل رق والتاني تحاولي ان انت تحطي كميه سمنه كويسه، علشان يطلع معاكي حلو. المهم بقى ان انتوا قولوا لي انتوا عاملين ايه، وحشتوني جدا جدا. بقالي كذا يوم ما صورتش والله، وزي ما قلت لكم كده في اول الفيديو، ان انا مش بيحوشني عنكم غير الشديد القوي. ففعلا ومش بحب ان انا اقوم اصور وخلاص والله، بس يعني اعذروني بقى كتير كده، وادعوا لي. وادعوا لي ان شاء الله الايام دي تعدي كده على خير، علشان اعرف اصور. لان انا لو فضلت تعبانه كده، هضطر ان انا اعمل كل حاجه واحده واحده مع نفسي، وان الموضوع التصوير ده بياخد وقت. على فكرة بياخد وقت طويل، والمونتاج بياخد وقت، وانك تظبطي الكاميرا وتحطي كادر وتقفي في حتة معينة، او تحطي كادر معين للتصوير. فده بياخد مننا وقت طويل بصراحة. وطبعا اصحاب القنوات عارفين الموضوع ده، فربنا يعينكم ويعيننا، اللهم امين يا رب. فتعالوا بقى هنا اقول لكم انا عملت ايه. هنا بقى عملت الجلاش زي ما قلت لكم كده، وحطيت طبقات كويسة. بقسم هنا لفة الجلاش انا كنت جايباها من محل عندنا هناك عند ماما في امبابة. وبصراحة كان الورق بتاعها كتير،
فما حطيتهوش كله، بحط شويه في الفريزر وممكن بقى استخدمهم بعد كده كأم علي او استخدمهم في حاجه حلوه. هنا بقى في الخطوه دي بحط لبن، انا بسقي الجلاش باللبن، بيضايه وشويه فلفل اسود علشان الزفاره بتاعه البيض، وكمان بحط سمنه. تمام، وبقطعه كده في الاول وبعد كده بدخله الفرن، اشغل عليه من تحت بس في الرف اللي في النص، وبعد كده بشغل عليه الشوايه. بصوا هنا كان بصراحه ريحته كانت حلوه جدا، جربوه يا بنات، بتعمل بالفراخ بدل اللحمه المفرومه. كمان لو عندك بقى شويه جبنه رومي او شويه جبنه موتزاريلا، اي انواع جبنه مشكله حطيها، بجد بتفرق جدا. بصراحه ما كانش عندي، عشان كده اكتفيت بس بالفراخ. هنا بقى بعد ما بطلعه على طول من الفرن بسقيه بس بديله كده، برشرش عليه شويه لبن. الحركه دي يا بنات بتخلي طعم الجلاش طري كده وتحس ان انتوا بتاكلوا فطير شرقي محشي فراخ. عارفين الفطير الشرقي اللي بيكون عند بتوع البيتزا؟ هو ده بيديكوا نفس الطعم. فما بالك بقى لو كمان حطيته بقى شويه خضار، لو حطيته شويه جبن مشكله، او حطيته شويه مشروم، بصراحه بياخد الجلاش ده في حته تانية. ان شاء الله هجربه معاكم. كمان عايزه اعمله بقالي كتير ما عملتوش بالميكس الجبن والكلام ده، ابقى اعمله معاكم في مره واوريكم شكله بيبقى عامل ازاي. بتحسوا ان انتوا جبتوا كده ايه، عارفين انتوا الفطير الشرقي بتاع شلتت وبتاع مزارع دينا والكلام ده كله، بيبقى طعمه حلو جدا، فهو بيبقى زيه بالظبط. هنا بقى عملت الغدا، كان هو ده الغدا بتاعنا اصلا، بس كده احنا تقريبا شبه ملناش نفس ناكل اصلا من الدور البرد اللي كان عندنا، فاكتفينا بس بيه كده، وجبنا كيس شيبسي وشويه مخلل، وكان الغدا بتاعنا النهارده كان سهل كده وسريع، حاجه كده ايه، ما بتاخدش منك وقت خالص. ممكن كمان تحطيه للولاد في اللانش بوكس، بصراحه بيبقى حلو جدا لو حطيته لهم في اللانش بوكس، او تحطيه كده كوجب كطبق يعني، من اطباق في عزومه في رمضان. انتوا عارفين رمضان بيحب الاصناف الكتير وبيحب التنويع، فاعملوها هيعجبكم قوي. الفراخ بجد بتغير طعم الجلاش خالص. هنا بقى كان عندي البسلة، كنت انا مفصصاها كده مع نفسي، علشان بقى قلت ايه، خليني حتى انجز كده اي حاجة في الفريزر. انا كنت قلت لكم من كام فيديو كده ان انا مش هخزن حاجة، او بس هخزن الحاجات اللي هتخلص يعني، الحاجات اللي بيبقى ليها موسم معين وتخلص، هي دي فعلا الحاجات اللي هخزنها. غير كده 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 الحاجة موجودة في السوق، وغير كده انا يوميا شبه يوميا بنزل عشان الدروس، عشان ادم والمدرسة والكلام ده كله. فالحاجة كده لما بنجيبها فريش اول باول بتبقى احسن بصراحة. الا بقى الحاجات اللي هي ممكن بيبقى ليها وقت وتخلص، مش بنلاقيها فجأة والكلام ده كله، هي دي اللي انا قلت ان شاء الله ان انا هشيلها معاكم، او ان انا هشيلها في الفريزر. تعالوا بقى بصوا الطريقه بتاعه التفريز البسله بتاعتي اللي انا بصوا يعني معتمداها على طول، ما بغيرهاش يا بنات، بتخلي البسله حلوه جدا معاكي، بتفضل خضره محتفظه بلونها، وكمان مش بتنشف كده او مثلا طعمها بيغير، لا اطلاقا، بتطلع معاكي كانك لسه مفصصاها حالا. وكمان بيطلع معاكي لونها حلو جدا. بصوا انا بجيب ميه، بغلي ميه على النار وبحط لها معلقتين من السكر، وبحط يعني رشة بسيطة جدا من البيكربوناتو، ده بيديها خضار، بيفضل محافظة على اللون بتاعها. بنزل عليها بس كده في المية السخنة البسلة بعد ما فصصتها، واخليها بس تتحط في المية حوالي 3 4 دقايق، مش اكتر من كده. انا مش عايزاها تستوي، انا بس عايزاها عارفين انتوا اللي هو تدي غلوة واحدة، او بس تقعد في المية حوالي 5 دقايق مش اكتر، فاهميني؟ بعد كده ببقى محضره طبق فيه تلج. اهم حاجه يا بنات الخطوه دي، ان انتي تحضري طبق كبير فيه تلج كده، تلجايه كبيره محترمه كده كبيره. انا كنت حاطه كيس ميه في الفريزر علشان يعمل لي التلج الحلوه اللي انتوا شايفينها دي كده، علشان الميه تفضل ساقعه قدر الامكان، علشان توقف عمليه السوا بتاعه البسله، عشان لو البسله فضلت سخنه هتكمل سواها او هتستوي منك يعني، هتبقى شبه مستوية. فانا عشان اوقف العملية بتاعة السوا بتاعتها وتاخد كده وتفضل محتفظة بلونها، فبنزلها بمية بتلج. وهنا بقى في الخطوة دي بسيبها تصفي كويس جدا. من الحاجات المهمة ان انتوا تسيبوها تصفي كويس جدا، علشان لو خزنتوها او عبيتوها في الاكياس وفيها مية، المية دي بتتحول لتلج، فبتغير من طعمها تماما. احنا بنحاول على قد ما نقدر نخلي الحاجة محتفظة بلونها وكمان بطعمها، والاهم كمان طعمها، فاهميني؟ كده كده البسلة هيتغير طعمها في الصلصة او في الخضار اللي هتعمليه، بس اهم حاجة ان الطعم بتاعها ما يتغيرش.
بعد بقى ما سبتها تصفي كويس جدا جدا، وعايزه اقول لكم ان انا لو كمان كان عندي وقت او كان عندي مجهود صحه، انا كنت فرشت قماشه كده تكون نظيفه تماما ما فيهاش اي روايح اريال او حاجه، وفردت عليها البسله وسبتها تنشف. بس بصراحه لا كان عندي وقت ولا كان عندي مجهود او طاقه ان انا اعمل كده. ف وكده كده كانت الكميه قليله، يعني مجرد هنستخدمها في رمضان فهتخلص ان شاء الله باذن الله بالف هنا وشفا. فما كانتش كميه كبيره يعني عشان اعمل الحركه دي، لان كده كده ما كانش هتقعد فتره طويله في الفريزر. بس لو هتخزني بسله لفترات طويله تقعد معاكي السنه مثلا كلها، اهم حاجه ان انتي تنشفيها كويس جدا، ما يبقاش فيها اي ميه، علشان الميه دي هتتحول لتلج زي ما قلت لكم، ومش هتبقى حلوه خالص. على فكره انتي كمان ممكن تمسكي البسله تفصصيها وتخزنيها زي ما هي تماما، ما فيش اي مشكله، بس بتجلد كده يا بنات وطعمها ما بيبقاش احسن حاجه. جربتها انا في مره من المرات كتجربه يعني، واشوف فعلا هيبقى في فرق ولا لا. لا، في فرق جامد جدا عن لما انتي بتحطيها في بتعملي لها عمليه الحفظ دي، وزات السكر. بيبقى في فرق بصراحه. لو انت حابه بقى كمان، في ناس كتير قوي بتفرز البسله لوحدها من غير جزر، على فكره برضو ما فيش اي مشكله، تقدري تعملي كده، بس استسهالا بقى وعشان ننجز في الوقت ساعتها او كده. وساعات كمان مش ببقى ضامنه ان انا عندي جزر ولا لا، فقلت خليني اخزنها بالجزر بتاعها، علشان وقت ما احب اعمل مثلا بسله بالخضار والكلام ده يكون الجزر فيها. صدقوني طعم الجزر ما بيغيرش خالص ولا اي حاجه، كانك لسه مفصصاها او لسه كمان مقطعه عليها الجزر. حركه الكياس دي اللي بعملها، بفرد الكياس كويس عشان ما تاخدش معايا مساحه في الفريزر. واهم حاجه وانتوا بتقفلوا الاكياس بتاعتكم تشفطوا منها الهواء، ما تخلوش اي هواء فيها، لان الهواء من الحاجات اللي لا قدر الله بتخلي الحاجه تعفن، او تكتسب يعني الهواء وبكتيريا والكلام ده كله، فالبكتيريا بتخلي الحاجه ما تعيش معاكي فتره. فاهم حاجه وانتوا بتضغطوا عليها ان انتوا تطلعوا منها الهواء كويس جدا وتفردوا الاكياس زي ما انتوا شفتوا كده. تعالوا بقى في الخطوه دي وهنعمل مع بعض حلوه. مش انا قلت لكم في الاول ان احنا هنقضي اليوم كله مع بعض النهارده في المطبخ؟ بصوا بقى، قضينا النهارده اليوم في المطبخ. بصراحه كانت الدنيا بقى البوتاجاز شغال، البوتاجاز كان شغال وكمان الفرن، فهي الدنيا كانت دفا. عايزه اقول لكم استحليت انا واقفه المطبخ. كمان في اليوم ده ما كانش عندي مواعين اطلاقا، كانت الدنيا كده هاديه ورايقه والرخامه فاضيه والحوض فاضي. فبصراحه شجعني جدا ان انا اقف كده ايه، واعمل لهم كده صنف حلو بعد الاكل، خصوصا كمان ان الاكل كان بسيط. يعني الاكل ما كانش اصناف كتير ولا حاجه، فكان حاجه بسيطه، فقلت خليني اعمل لهم كده ايه، حاجه حلوه اروق عليهم. فعملت لهم بقى حاجه كده حلوه بالمكونات اللي عندي في البيت. عايزه اقول لكم بجد حلوه جدا واختراع كده. اول حاجه حطيتها كوبايه وربع، كوبايه تلت من الدقيق، بيضايه واحده، وكيس فانيليا، وميه، ويعتبر كده ربع كوبايه من السمنه على زيت. حطيت سمنه على زيت الاتنين بمقدار ربع كوبايه، بنزل عليهم في الخلاط. دي حاجه كده زي الكريب يا بنات، بس بجد حلوه جدا، جربوها. ممكن تعملوها حادق او حلو. لو هتعملوا الخطوه دي وتاخدوا العجينه دي وتعملوها حادق، يبقى بدل الفانيليا هتحطوا فلفل اسود علشان زفرة البيض. وهنا بقى انا كنت بقى ايه، بصفي الخليط ده كويس عشان اتاكد ان مفيش اي تكتلات او اي حاجه مكلكعه كده فيه، علشان ما تكلكعش معانا واحنا بنفرده في الطاسه. دي يا بنات عجينه الكريب بجد، انا معتمداها بقالي كتير جدا، وبصراحه مفيش مره ما يعني ما نجحتش معايا، كل مره ما شاء الله اللهم بارك بتطلع معايا حلوه جدا. تمام. يبقى زي ما قلت لكم كده في الاول، انا استخدمت معلقه قشطه علشان ما كانش عندي لبن. لو عندك لبن استخدمي بدل الميه لبن. يبقى المقدار بتاعي كوبايه وربع او كوبايه وتلت من الدقيق، كيس فانيليا، بيضايه، آه ربع كوبايه من السمنه على زيت، وحوالي كوبايه من الميه. اهم حاجه القوام بتاعها يبقى مش خفيف قوي مش تقيل زي ما انتوا شفتوا كده معايا في الفيديو. تمام. تحسوا ان هو ليه عرق بس كده بسيط. في طاسه بقى هكون دهناها او مسحاها بمنديل بالزيت. انا مش عايزه زيت في الطاسه خالص يا بنات، انا بس عايزه الطاسه تكون عارفين مدهونه كده او مشمعه بس. ده بس عشان اول قطعه، بعد كده عادي. نزلت بقى هنا في الطاسه بتاعتي تكون اهم حاجه تيفال ما بتلزقش، سواء تيفال بقى او جرانيت، تكون المهم ما بتلزقش. ونزلت بقى بالخليط اللي انا عاملاه ده. لو انت عندك طاسه اكبر من كده مفيش مشكله، دي اكبر طاسه عندي عشان كده هي اللي بستخدمها. بس طبعا
كل ما كانت الطاسة اكبر كل ما يديكي مقاس حلو للكريب وتحشي زي ما انت عايزة. تمام. عايزه اقول لكم بقى هنا انا كنت بسويها سوا كامل لان انا هعملها حلو ومش هعرضها للنار تاني. لما باجي اعملها للكريب الحادق بسويها نص سوا كده لان انا كده كده برجعها للنار تاني بعد ما بحشيها. بس طبعا عشان هنعمله حلو هنحشيه شوكولاته. دلوقتي هوريكم حشوه من اجمل الحشوات اللي بحشيها للكريب بجد، تحفه طعمها حلو جدا، وبالذات للناس اللي بتحب قرفه زيي. بصوا هنا بقى انا جبت موز وقطعته زي ما انتم شايفين كده، قطعته رفيع او قطعته صغير شويه. اهم حاجه الموز يبقى مسكر كده ويكون بلدي، تمام، عشان هنحط عليه شوكولاته. بعد ما بقطعه كويس بقى زي ما انتم شايفين كده بقى بالحجم اللي انت عايزاه، هحط عليه قرفه وهحط عليه شويه قرفه وكاكاو. الموز بالقرفه من اكتر الحاجات اللي بحبها في الشتاء بقى، كمان بيدفي كده وريحته بتبقى رهيبه بجد. جربوا الخطوه دي هتعجبكم جدا. ممكن كمان تستخدموه وتحشوا بيه، تحطوه على توست او تحطوه مثلا في فينو للاولاد الصبح. بجد يا بنات حلو جدا ومغذي وريحته حلوه كده وريحه القرفه كده بتدفي لوحدها. هنا بقى كان استوى الكريب، استوى فبحشيه كده وبلفه رول زي ما انتم شايفين، ومش بعرضه بقى للنار تاني علشان كده انا كملت سواه للاخر. بصوا بقى بحشي انا بحطه ليه على النار علشان انا حاطه له معلقه من الزبده، بحط معلقه زبده على النار وبنزل بالموز والقرفه وشويه كاكاو وسكر بقلبهم مع بعض بحيث ان الموز ياخد يشرب كويس من القرفه. بعد كده بقلبه رول بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لفيت الكميه اللي كانت معايا كلها. ما شاء الله كوبايه وربع من الدقيق عملت معايا من الكريب عملت معايا حوالي 6. هي عملت معايا 6 بالظبط، لا عملت معايا 5. تمام. هنا بقى كنت خلاص بقى عملتهم وهرش بقى احط عليهم على الوش كده اي صوص شوكليت عندك او صوص كراميل زي ما انت عايزه، المتوفر عندك حطيه. ابعدوا بقى عن الشكل اللي انا عاملاه ده عشان انا ماليش. بصوا انا كنت اساسا خلاص فطسانه كده وعايزه اروح اكله بسرعه، وما كنتش بصراحه مركزه في ان انا اطلع احسن شكل يعني. اهم حاجه ان كان طعمه بصراحه كانت حلو جدا. انتوا بقى تشكلوا زي ما انتوا عايزين وتزينوا زي ما انتوا عايزين. ممكن تحطي فراولة على الوش او صوص كراميل او مثلا اي صوصات بتحبيها، مفيش اي مشكلة. بس بجد كان طعمه حلو جدا. يا رب يكون عجبكم وفيديو النهارده عجبكم، واشوفكم على خير. باي باي.